حسام عبد المجيد النهارده في الشوط الاولاني بالتحديد اكتر من 3 او 4 هجمات قدر يعني يطلعهم من جوه ال 18، وكور كلها كانت بتتلعب من ناحيه محمد شحاته، وكان هو بيقوم بالتغطيه فيها، وكانت بتبقى خلاص يعني 1 ضد 1، وخلاص هو بيحط رجله في اخر لحظه قبل ما الكوره يشوط المهاجم بتاع الشرطه الكيني. على فكره هم فريق يعني، ما هو فريق يعني ضعيف شويه، لكن تقدر تقول ان هم يعني ما عندهمش فرود يعني قوي يقدر يعني يجيب جون، ولكن هم قدروا يلعبوا على الحته بتاعت ان انا هلعب على المسافات او بين الخطوط بين اللعيبه في الزمالك، وهقدر العب على الناحيه اللي هي بتاعت الشمال اللي هي اليمين بتاعت الزمالك بتاعت محمد شحاته، اللي تم الاختراق فيها بشكل كبير جدا. ولولا حسام عبد المجيد اللي شال اكتر من 3 او 4 هجمات، ويمكن منهم واحده في الشوط الثاني كانت من اخطر الهجمات الموجوده في المباراه، علشان يحافظ لنادي الزمالك على الفوز النهارده على نادي